الحياة السياسية الاقتصادية والثقافية. سيكون هذا موضوعنا اليوم، ونسلط الضوء على طلبة من جامعة المسيلة لديهم مشروع هو اقتصادي ثقافي وكذلك علمي. أسعد إذا مشاهدينا باستضافة كل من سلطان صهيب، هو صاحب مشروع كما قلت لي طلبة من جامعة المسيلة. صهيب صباحك سعيد. صباح الخير أخت أحلام. مرحبا بك معنا. أهلا بكم. كذلك أسعد باستضافة ياسين دهمش، هو عضو كذلك في هذا المجموعة التي تشرف على هذا المشروع العلمي. صباحك سعيد ياسين. صباح الخير أخت أحلام. إذا البداية ستكون معك صهيب. تكلمت وقلت أنه عندكم مشروع، هذا المشروع تحاولون من خلالها المشاركة في الحياة الاقتصادية الثقافية وكذلك الاجتماعية، وخصوصا النقطة الأبرز في هذا المشروع أنكم تريدون وتسعون للبحث عن عباقرة الجزائر. حدثنا أكثر على هذا المشروع. أولا بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لك أخت أحلام على الاستضافة ولطاقم قناة النهار، وشكرا لكل متتبعي قناة النهار. في البداية أود قبل ما نشرح المشروع تاع ذا جينيوس حبيت شغل نعقب الاسم تاع ذا جينيوس واش هو معناته. هي جات من كلمة عباقرة. سميناها العباقرة لأنه تقريبا كاين في الجزائر عدد لا يحصى من العباقرة. لأنه وفي رحلتنا نحو هذا المشروع لقينا عباقرة، ولقينا أشخاص أذكياء صح، لقيناهم يقدروا يلحقوا ويأطروا المشروع هذا ويمشوا في المشروع هذا. في البداية حبيت نحكي هذا عن المشروع دي جينيوس. هو مشروع علمي في البداية بالدرجة الأولى، مشروع اقتصادي، مشروع علمي بالدرجة الأولى، مشروع ثقافي بالدرجة الثانية، ذا أبعاد اقتصادية. وهو يعتبر بوتقة جاذبة للمواهب والعباقرة في الجزائر، سواء في الجامعة بصفة خاصة سواء في المجتمع بصفة عامة. هذا المشروع يحمل خاصيتين. هذو وش هي؟ الخاصية الأولى هي زرع روح المنافسة بين الجامعات الجزائرية. أنا كي يعني مثلا نترك منافسة بين الجامعات راح يشتد البحث العلمي أكثر، وراح يشتد شغف الطلبة نحو البحث العلمي، وراح يشتد يعني المنافسة. حسب كتاب في فيرجسون يقول مؤهلات النهضة الغربية، يعني علاش الدول فاتتنا يعني بالغرب. يقول لك فاتونا بثلاث حوايج. واش هي المنافسة والعلم والأخلاقيات العمل. يعني هنا نشوفوا ذا جينيوس هو مشروع يعتمد على كما قال صهيب على المنافسة، وكذلك أنه إشراك العديد من الطلبة. ياسين، بما أنك عضو في هذا المشروع، أنتم اليوم هل أعضاء هذا المشروع لحد اليوم هم فقط من طلبة جامعة المسيلة أو طلبة من ولاية المسيلة؟ وكذلك هل تسعون إلى توسيع هذا المشروع من أجل أن يصل لكل ولايات الوطن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. المشروع هذا الطلبة الذين قاموا بإنجاز هذا المشروع كلهم من طلبة جامعة المسيلة، ونحن نقوم الآن بتوسيع هذه الفكرة إلى جميع طلبة الجزائريين موجودين على مختلف الجامعات الجزائرية. وهذا كما قال أخي صهيب، نريد أن نقوم بتنمية الفكر، لأن طلبة الجزائريين لديهم عدة أفكار وإنجازات تقاموا بابتكارها مؤخرا، مثل زيارة عدة الوزير، رؤية هناك عدة شباب لديهم طاقة هائلة وأفكار جد قيمة. ولقد قمنا بإنجاز عدة مشاريع، منها الكتاب ومنها جهاز ومنها إنشاء قناة ومنها إنشاء الموقع الذي هو طور الإنجاز، موقع الذي خاص بالجامعة على مستوى 48 ولاية. والهدف هنا هو توسيع هذه الفكرة على جميع الجامعات المستوى الوطني. ممتاز. نعاود نرجع لك صهيب. قلنا أنه كما أشار ياسين الهدف اليوم هو إيصال هذا المشروع للعديد من الجامعات. لما نقولوا إيصال هذا المشروع للعديد من الجامعات، هل في تواصل مع مختلف الطلبة
في عديد الكليات على المستوى الوطني، كذلك حتى لو ما كانوش طلبة ربما جهات أخرى، سلطات محلية، من أجل أن تقوموا كما قلت بتوسيع هذا المشروع، والهدف خصوصا الأبرز هو اكتشاف وإبراز عبقرة الجزائر. في البداية حبيت نذكر باللي هذا المشروع هو يعني كإكمال المقولة السابقة أنه هذا المشروع جاء لإدخال الطلبة في عالم الأدسنس أو الربح من الإنترنت. ونعرف احنا باللي الربح من الإنترنت في الجزائر له تقريبا شبه منعدم. نعم. حبيت ان يعني شغل هذا المشروع يكون هو يعني أداة والله همزة وصل بين السلطات الجزائرية، ويكون همزة وصل بين الطلبة الجزائريين. بالنسبة واش قلت لي يعني ما كانش حتى تواصل بين يعني جامعات اخرى، والله كان تواصل بين يعني جامعتنا تاعنا يعني في الجامعه بين الطلبه وبين الحاضنه. ممتاز. كان تواصل بين الحاضنه والطلبه. نعم، يعني بدينا البروجي، خدمنا كلش. هذا البروجي علاش يعتمد؟ كاين فيه تفاصيل البروجي هذا. اولا شغل الفكره الاولى اللي ينطلق عليها هذا البروجي هي فكره الكتاب. كتاب إنه يؤلف كتاب في كل جامعة. هذه فكرة المشروع، لأنه المشروع هذا جاء باش يجذب المواهب والعباقرة. نعم. دوك يجذب تقريبا كان يعني في كل جامعة نديروا كتاب ويولوا الطلبة صح. كاين اللي عندهم شغل عنده أحلام باش يولي مؤلف، ماشي سهلة. احنا يعني في المهمة نتاعنا احنا ملي ألفنا الكتاب هذا بدينا من شهر رمضان. يعني تركنا فكرة، لقينا حماس كبير جدا لدى الطلبة. يعني حابين شغل يخلي فرصه ليه باش يولي مؤلف، والله يولي يعني تولي عنده فرصه باش يكتب مقاله في هذاك الكتاب. ممتاز. وفي شهر رمضان الفنا الكتاب والحمد لله. يعني كاين طلبه فرحوا صح، يقول لك راني وليت مؤلف، راني وليت كاتب. يعني كاين طلبه صح خليت له فرصه. هنا الكتاب هذا راح يولي يخلي فرصه يعني للطالب هذاك اللي عنده هوايه في الادب، والله هوايه في الكتابه، والله هوايه في الصحافه، والله في اي مكان، في اي مجال. هذه بالنسبه للكتاب. تولي كل قدها كاين عندنا جامعه، كاين 106 جامعه في الجزائر تقريبا. تولي كل 106 تقريبا كتاب في العام، راه مش حاجه سهله. تولي كاين طلبه يولوا تفتح لهم الفرص، تفتح لهم كل شيء. هذه بالنسبه يعني وخصص ارباح. هذيك الارباح دوك نقول لك عليها واش هي الارباح هذه. بالنسبه للقناه، قناه يوتيوب. فتحنا قناه يوتيوب، وانما الفكره تاع البروجي واش هي؟ الفكره تاع البروجي هي انه تولي كل قناه في جامعه. نعم. قناه شغل تاع يوتيوب عشان يوتيوب يفتحها في جامعه. الجامعه تولي هي اللي تفتح، تخلي الطلبه ينشروا فيها. كاين طلبه عندهم شغل، عندهم ميولات حابين. نعم بالفعل. عندهم شغل بصح ما لقاش فرصه باش يخرج يعني الطاقه نتاعو هذيك، يخرجها في اليوتيوب. كاين عنده يوتيوب يوري ثم قادر، ثم يبان السيد هذا عنده طاقه، ممكن يسحقوه في مكان، يسحقوه في اي بلاصه، يسحقوه. نعم. هذه بالنسبه لقناه يوتيوب وتحقق الارباح. دوك نقول لك الارباح هذه واش هي ثاني. بالنسبه للاختراع، الاختراع هي الحاجه المهمه الاكثريه في البروجي هذا. المشروع دي جينيس يعني هي كما نقولوا راس الحربه يعني تاع البروجي هذا. يعني تخيلي يعني تعود في كل يعني الموقع، عباره عن موقع تولي في كل موقع، في كل جامعه عندها يعني الموقع هذا. الموقع يولي طالب عنده حساب في شغل في الموقع هذا، يولي يشوف السلطات الجزائريه تطرق شغل تلوح مشاكل يعاني منها الاقتصاد الوطني مثلا، والله يعاني منها. وهذا طيب. واخرين سؤال يكون لياسين، هذا المشاكل اللي يتم طرحها هل يعني يكون من طرفكم انتم كطلبه من خلال الوقوف ولا تشوفوا واش كاين في الميدان من نقائص وكلها، وبعدها تقوموا بطرحها سواء عن طريق القناه او عن طريق كما قال مختلف الاختراعات اللي راكم تقوموا بها؟ هدفنا من إنشاء الموقع الوطني الخاص بالجامعة أو قناة اليوتيوب هو حل لجميع المشاكل التي يمكن أن يمر بها طلبة الجامعيين في مسارهم أو مشوارهم الدراسي أو حياتهم. مثلا هناك عدة مشاكل نحن كطلبة عشناها، يمكن أن نطرحها في هذه القناة، وإيجاد حلول أفضل
حتى لا يقع فيها الطالب الذي يأتي بعده. مثلا المشاكل اللي عشتوها اللي تعيشوها دائما أنتم كطلبة، هل هي ركزتوا فقط على المشاكل اللي عاشها الطالب خلال فترة وجائحة كورونا، أم تتكلمون عن المشاكل بصفة عامة؟ نتكلم عن مشاكل بصفة عامة. مثلا أنا مثلا أنا خريج جامعة المسيلة. نعم. لدي 5 سنوات مضيتها في جامعة المسيلة. كانت لدي تجربة وعدة عراقيل وجدتها، وهذه والمشاكل التي وجدتها يجب أن تطرح، ولقد عالجتها. يمكن أن أضيف عدة حلول التي نعالج بها هذه المشاكل، ويمكن أن نجد حلول أفضل التي تساعد الطالب الذي يأتي بعدنا. مثلا مشاكل يمكن في البحث العلمي، هناك نقائص مثلا في الذين يبحثون مشاركة الدكتوراه، لا يجدون البحوث التي لا يجدون مثلا كما نقولوا لي كونكور لسوجي ناقصين. ما كاش تواصل ما بين المشاركين مثلا في مجال الدكتوراه. ليس هناك تواصل كبير. رأيت هذا في آونة أخيرة. هناك مشاكل كبيرة حدثت ما بينهم. يقولون مثلا شكون اللي راح عنده في التخصص هذا يبداو يتواصلوا ثم، بصح هذا واحد ما يحط لي سوجي ثم، واحد ما كانش يعني أنتم تعملون على جمع هذه المشاكل، وفي ذات الوقت بدرجة أولى تسعون أنتم لإيجاد الحلول، ثم بعدها نشوفوا لو في حالة ما قدرتوش لم تستطيعون إيجاد حلول، الخطوة اللي تقوموا بها من بعد. عندما نحن نقوم بوضع المشاكل والحلول التي لدينا، والمشاكل التي ليس لدينا الحلول، نتم عرضها لأشخاص للطلبة وأشخاص ذو خبرة ودكاترة الذين لديهم خبرة أكبر يقومون بحلها، لأن هذا الموقع الخاص راه خاص بالجامعة ككل، بالدكاترة والبروفيسور وجميع الطلبة والنخبة. يمكن أن يستفادوا. وهل فيه دائما تواصل واستجابة صهيب لما تقدموا هذا المشاكل اللي راهو يعيشها الطالب اليوم في جامعة المسيلة؟ بالتأكيد. حبيت نطرح لك يعني كيفاش بدات هذه الملحمة هذه تاع دي جينيس. هي في البداية كنت نطرح فيها عبر مجموعة في الفيسبوك. هي مجموعة تاع طلبة، منبر الطلبة العلميين. هذا كي نطلق فيها يعني فكرة، نلقى يعني شغف لدى الطلبة. نحاول الفكرة صح. انا كي دائما كي نطرح المشكلة او نطرح فكرة، نلقى تجاوب كبير لدى الطلبة. ثم بديت نخمم، ندير كل مرة فكرة، كل مرة يعني بديت بالكتاب. ومن بعد كي نجح الكتاب درت قناة على اليوتيوب، لقيت تجاوب كبير بزاف في قناة اليوتيوب. ومن بعد بديناها في الاختراع. اخترعنا جهاز تاع أكسجين. ممتاز. جهاز تاع أكسجين عبر الماء. وبعد يعني هذه جاء عن طريق يعني ملحمة كما نقولوا. نعم. إضافة إلى أنه فتحنا مكتبة ثاني، كشغل مكتبة تاع يعني مد وعطاء كما نقولوا، مكتبة خذ وسط شغل مجانية، مكتبة مجانية. وحتى نعرف يعني، وهذا هو الواقع، العزوف عن القراءة، هناك عزوف كثير وكبير كذلك عن القراءة. مثلا هذا المبادرة والفكرة اللي راكم تقوموا بها في الجامعة، هل هناك استجابة كذلك؟ نواصلوا مع الاستجابة من طرف الطلبة؟ كاين طلبة يجيبوا كتابات وياخذوا؟ هناك استجابة كبيرة لطلبة. لم نكن نتوقع هناك استجابة هذه الكبير. كنا نعرف أن هناك طلبة مثلا مع زملائنا يحبون الدراسة المطالعات، ولكن بعدما أسدينا هذه الفكرة وجدنا هناك استجابة من طلبة بدأوا يأخذون الكتاب ويقدمون لنا كتاب تبادل مجاني. مثلا هو قرأ كتاب هذاك عنده، خلصوا يحطوا عندنا، وبعدك يعطينا كتاب نعاودوا نحن الكتاب هذاك نقدموه للشخص آخر يستفاد منه، وهكذا تعمل الاستفادة. وكانت فكرة رائعة ولقت استحسان كبير من طلبة والأساتذة. طيب نتكلموا على عباقرة الجزائر. هل إلى غاية اللحظة منذ بداية هذا المشروع الذي انطلق في ظل جائحة كورونا، هل تم اكتشاف وإبراز عباقرة في أرض الوطن، ولا نركز على ولاية المسيلة؟
هي هذا المشروع مازال ما خرجش يعني وطنيا، هو راه في جامعه المسيله. بالتاكيد نعم، وجدنا عباقره بزاف، يعني لقينا طلبه كان مستخسر الطاقه تاعو، يعني تقريبا شاف ستاتي ذاك جاني قال لي ودي، يقول لي ودي دخلني معاك شغل في البروجي كذا. كي يدخلوه في المجموعات هذيك تاع الماسنجر، شغل صح نلقى عنده طاقه كبيره، صح نلقاه يجذب ونلقاه شخصي كذا، نلقاه يبحث. يعني ما لقيتش انا حار، بقيت حاير يعني علاش يعني الطلبه هذو تلقى عندهم حماس الدرجه هذه، وفي نفس الوقت ما كانش يعني ماكش تشوف فيهم مليح، يعني مخبيين كيما هكذا. بعد كي تلحق تمد لهم الفرصه تلقى عندهم شغل شغف كبير، صح حاب شغل اللي يبين القدرات تاعو. هنا لقيت القدرات تاع الطلبه، لقيت يعني صح يعني لقيت عمالقه، ماشي قدرات يعني في جميع الاختصاصات. لقيت شوف في جميع الاختصاصات، يعني في مجال البرمجه، في مجال المجال الالكترونيك، مجال الهندسه، في اي مجال. وبالفعل العديد من الشباب اليوم راهو يتخصص في كما قلت البرمجه وكل ما عنده علاقه بالرقمنه والتكنولوجيات الحديثه. كان عندكم اختراع هو اختراع جهاز تنفسي، اين هو هذا الجهاز اليوم؟ تم اختراعه فقط، لكن هل تم ربما حاولتم ايصال ذلك للجهات السلطات المحليه وحبيتوا تعرفوا بالاختراع تاعكم؟ هذا الاختراع جات بعد فكرة جائحة كورونا. وجدنا هناك نقص الأكسجين في المستشفيات. طرحنا هذا الإشكال لطلبة المبتكرين. نحن كطلبة مبتكرين طرحنا الإشكالية هذه وقلنا لازم نجد الحل الأفضل لهذه الإشكالية. فتم تكوين فريق متكون من 8 طلبة، كل طالب متخصص في مجال معين. وتم إنشاء هذه الجهاز، وهذا الجهاز طورنا فيه وأضفنا فيه مميزات مثل أكسيد المعادن وبعض لي كابتور نتابعوا شحال نسبة الأكسجين مستخرجة في مدة معينة، وتسريع عملية واستخراج أكبر كمية للأكسجين. هذه كلها استعملناها، واستعمال عدة البرامج لتطويرها نحو الأفضل. وكيفية توصيل الفكرة كانت صعبة، ولكن بفضل حاضنة جامعة المسيلة التي بدورها ساعدتنا، وشكر خاص لرئيس حاضنة المسيلة دكتور أحمد مير، الذي هو بدوره الذي قام بمساعدتنا على هذا الإنجاز، والذي قام بتوصيل فكرتنا إلى الجهات المعنية. الذي يريد دائما توصيل فكرة، وهو الذي دائما يدعم الطلبة المبتكرين في المجال هذا، وهي أول حاضنة يعني معروفة في جامعة المسيلة، معروفة اليوم. يعني أنتم اليوم تشاركون في البحث العلمي، نتكلموا على أبرز الصعوبات والعراقيل التي صادفتكم. لا، في البداية أود أن أقول باللي كاينة صعوبات. أولا في الدعم المالي. نعم. أولا يعني كانت مبادرة فقط، يعني كانت يعني على جدران الفيسبوك. نعم. مستحيل باش تلقى لها دعم يعني مالي. ومن بعد هي ما كانش، على حسب أنا واش راني شفت يعني وش المسيرة هذيك، ما لقيتش حتى يعني عوائق كبيرة. لقيت يعني دعمونا كثر خيرهم يعني، وكاين اللي يدعمونا دعم ماليا وكل شيء، ومشاو معنا في المشروع. ويعني تقريبا الصعوبات قليله، ماهيش بزاف. تقريبا الصعوبات ماهيش الحاجه اللي طيب، شي حاجه اللي يعني لا توجد صعوبات لدرجه انه تعرقل على انكم تواصلوا في طيب. كذلك ياسين، تكلمنا على الصعوبات، نتكلموا على الأهداف، وبعدين نعود نرجع ليك صهيب من أجل مواصلة الفكرة. الأهداف العامة لهذا المشروع اللي راكوا فيها أنتم طلبة جامعة المسيلة. هدفنا الأول هو الاستفادة من الطلبة المبتكرين، وثانيا هو استخراج الطاقة المخزنة لدى الطلبة وإيصال أفكارنا إلى جميع السلطات المعنية، وأيضا للأشخاص الذين يحبون المطالعة واستفادة من كتب. نعم. استفادة من كتب التي يمكن أن تنشأ، واستفادة من مواقع التواصل الاجتماعي، واستفادة من قناة اليوتيوب التي لها خطوة كبيرة في حل المشاكل والعراقيل التي يمكن تحدث الطالب في مساره الدراسي.
وأيضا لدينا عدة الحلول التي يمكن ندرسها بعد إنها قيد دراسة، وإن شاء الله هذا يكون لها خير. نعم. الحلول ربما هناك إضافة صهيب تود تقديمها فيما يخص دائما هذا. نعم. دائما الهدف كما نقولوا كما قال زميلي ياسين، هو الهدف هو معالجة مشاكل المجتمع الجزائري بصفة خاصة يعني، والاقتصاد الوطني بصفة عامة. يعني السلطات المعنية هي تترك شغل مشاكل تعاني منها البلاد، وتتركها على الطلبة باش يفتحوا هذه المشاكل. هذه أول حاجة. الهدف الثاني هو إبراز الطاقات الموهوبة لدى الطلبة الجزائريين. يعني هذا المشروع جاء باش يهدف والله باش يكتشف الطاقات هذيك اللي راها موهوبة يعني، وباش يخرجها للعلن بهذا المشروع اللي يعني عن طريق العناصر هذو اللي حكيتهم لك. الحاجة الثالثة واللي هي ماليا، انه المشروع هذا كي يدعم ماليا راح يولي فيه ارباح. المشروع هذا يولي فيه ارباح، يتحول الى مبالغ. المبالغ هذيك واش هي؟ تفتح مؤسسات مصغره للطلبه الخريجين. الطلبه الخريجين كاين اللي طلبه خريجين، هنا فتحنا حل، درنا حل للطلبه الخريجين. هنا يولوا طلبه شغل ذاتيا، يولوا يخدموا شغل نفس الوقت، هو ولا شغل عنده بزاف شغل الجذور. هنا المشروع هذا ولا عنده بزاف، خصوصا انه رانا نشوف اليوم صهيب انه الفرصه منحت بشكل كبير للشباب من اجل انشاء مؤسسات مصغره او مؤسسات ناشئه. هذا يعني طموحكم اليوم، الوصول لانشاء مؤسسه كما قلت. نعم، مؤسسه مصغره. يعني هذا المشروع هو اللي يفتح مؤسسه مصغره، وليس هذا المشروع هو مؤسسه مصغره. نعم. يعني البروجي هذا يولي خطوه اخرى، هو اللي يمول، يعني تقريبا هو اللي يمول الطلب تقريبا على الحاضنه تولي تكون في كل حاضنه، في اي جامعه تولي عندها حاضنه. بيان سور النهار اللي نلحقوا العدد تاع الحاضنات تولي الجامعه ولا تولي الحاضنه هي اللي تكفل بالمشروع هذا. نعم. هذه في البدايه يعني تقريبا. طيب نخلي الكلمه الاخيره لياسين ثم نعود نرجع لك صهيب. قبل الختام ربما هناك بعض العناصر لم نشر إليها أو رسالة تود إيصالها للسلطات في ولاية المسيلة وحتى في الجامعة. أود أن أتوجه بخاص شكر والتقدير إليكم من دعمنا في مشروعنا وفكرتنا هذه، وبوجه خصوص رئيس حاضنة جامعة المسيلة دكتور أحمد مير على تفانيه ووقوفه معنا ودعمه لنا ودعم لكل الطلبة المبتكرين، وإضافة إلى رئيس جامعة ولاية المسيلة وإلى كل طاقمه، وإلى أستاذ شبيرة وإلى أستاذ زهير خير الدين، وكذلك كل من ساهمنا ودعمنا في هذا المشروع. نعم، تفضل صهيب. ندائي أنا أولا حيكون ندائي إلى الطلبة الجزائريين. يعني أولا خصص به ندائي للطلبة، وجه تحية الخالصة إلى الطلبة اللي راهم يتابعوا فينا دوك، الطلبة الجامعية سواء جامعة مسيلة سواء الطلبة الجزائريين. نعم. حبيت نوجه رسالة واللي هي أنه الفشل هو جزء لا يتجزأ من النجاح. الفشل هو جزء لا يتجزأ منه، يعني باش نوصلوا للنجاح ماشي حاجة سهلة. وكما نقولوا الأحلام بدون أهداف هي مجرد أحلام. بالفعل. إذن اللي يجب يعني باش ننجحوا، باش نوفروا النجاح والله باش نوصلوا للنجاح، يجب أن نفشل وأن في نفس الوقت أن نحقق الهدف، أن نضع هدف ونحققه. بالنسبة للنداء الثاني هو للسلطات معنا. إن شاء الله باش يعني إن شاء الله باش يهتموا بهذا المشروع إن شاء الله، هذا موجه لبناء الدولة الجزائرية الجديدة إن شاء الله. ولما لا ان شاء الله نوصلوا الابلغ يعني المراحل المتقدمه ان شاء الله. انا ما يعني بدينا المشروع ان شاء الله وما نشرح حبسين ان شاء الله. هذه هي وشكرا. نحن ايضا نقول لك شكرا لكم وكل التوفيق في هذا المشروع، وان شاء الله نشوفه مشروع كبير، خصوصا وانه يخدم يعني الطالب الجزائري وكذلك البحث العلمي. صهيب سلطاني صاحب مشروع ذا جينيوس العلمي، نشكرك على حضورك معنا. كذلك شكرا موصول لك ياسين دهمش، يعني جيتوا صباح من ولاية المسيلة، نشكركم. شكرا. واكيد نحيي كل سكان ولاية المسيلة. اذا مشاهدينا نواصل.